مكان فايز المهم يكون عربي على هاي الارض العربيه اللي حقيقه كل ما كنا موجودين فيها لا يمكن الا ان نرى الانبساط والراحه. الحمد لله، الف مبروك يا كابتن، تستاهلون تستحقون، والحمد لله الله لم يخيب رجل الاردنيين ولا حتى لاعبين في هذا الانتصار. ياسر، الحمد لله رب العالمين. اولا الف مبروك للمنتخب الاردني البطل، الف مبروك للنشامه، اسم على مسمى، الف مبروك للجمهور الشعب الاردني، جلاله الملك سمو ولي العهد، وزير الرياضه الاردني كذلك الامير علي، مبروك للمدرب العربي كذلك عموته، مبروك للجهاز الفني والاداري، يستحقون هذا الوصول يعني بعرق جبينهم. اخذوه في مباراه يعني امام فريق بطل، فريق مرشح، فريق يملك هذا الكم الهائل من النجوم العالميين على رأسهم سون. كسبوا المباراة مستوى ونتيجة وروح وعطاء، يعني فوز صراحة هو للتاريخ. وصول المنتخب القطري كذلك ان شاء الله الشقيق. نعم. لنحفل ان شاء الله ونحتفل ان شاء الله بنهائي عربي في هذه البطوله الاقليميه. يستحق صراحه النشامه كل ما قدمه، يعني فرد مبروك كابتن جمال. الله يبارك فيك يا كابتن ياسر، وصراخك ودموعك اللي شفناها هذه كلها ما اتت من فراغ. احنا نشاطرك الراي والحمد لله رب. انا بالنسبه لي انا شخصيا انا كنت صراحه متفائل جدا والحمد لله رب العالمين. يعني منتخب يملك هؤلاء الابطال لا اعتقد انه والله يا كابتن ياسر وجهك خير علينا انت وقنوات بي ان والكابتن طارق. لا لو خلتني اكمل وانا خلتني امشي يا كابتن. والله دائما وابدا وجهك خير علينا، دائما وابدا. وعلى فكره ما في كلام، وانت كمان وجهك خير ما شاء الله. كل مباريات الاردن اللي انت طلعتها بالاستديو التحليلي الحمد لله كان المنتخب الاردني يكسب في هذه المباراه. اليوم ليس فقط الاردنيين كسبوا بروحهم وبحبهم لوطنهم وبحماسهم، لا، انتصروا اليوم بالتكتيك. قبل بداية المباراة مع وفا سقار كان يقول الحمد لله أن جمعنا الأردنيين آخر 3 أسابيع بعد الوصول قبل النهائي. نعم. اليوم الأردنيين كلهم سيجتمعون على حب هذا الفريق. أبو زياد، المباراة لم تقام في قطر، المباراة أقيمت في الأردن. اللي بيتفرج على الجمهور في استاد عمان الدولي. المباراة اليوم أقيمت بين أهلنا وجمهورنا، استغلينا الأرض والجمهور خير استغلال. يا رب هاي الفرحة إنه نقدر قيمتها وينعكس على كل الرياضة بالأردن. يا رب من اليوم انه يكون في شغل على الرياضه الاردنيه، على البنيه التحتيه، على المواهب الموجوده. منتخب ولاعبين ودوله فيها زي يزن وزي موسى التعمري وزي يزن العرب وزي بديش انسى كل النجوم الموجودين. هاي من حقها انه يكون عندها منشآت ويكون عندها رياضه على مستوى عالي جدا. ان شاء الله انه هاي تخلي كل الاردن ينتبهوا لكره القدم، لانه راح نصنع اجيال مثل هذا الجيل. نعم، هذه فرحة الأردن مشاهدينا الأعزاء. في بعد نهاية هذه المباراة بالتأكيد سنستمع إلى ردات الفعل، سنستمع أيضا إلى اللاعبين، وسنستمع أيضا لزميلي محمد سعود الذي تواجد في أرض الملعب مع عبد العزيز سليطي، مع بعض اللقاءات مع اللاعبين، وبالتأكيد عن الآراء الفنية التي حدثت. كيف استطاع منتخب الأردن أن ينتصر في هذه المباراة، كيف استطاعوا النشامة أن يتفوقوا ينتصروا أيضا في مباراة كل الترشيحات كانت تقول بأن الأردن خارج المنافسة، الأردن لن يتجاوز دور المجموعات، الأردن غير جاهز للبطولة. ولكن سبحان الله ربك أراد بأن الأردن تنتصر في هذه المواجهات، تتجاوز دور المجموعات، تذهب إلى أبعد من ذلك. واجهت منتخبات كبيرة على مستوى قارة آسيا لها منجزات كبيرة، لاعبين عالميين يلعبون في الدوريات الأوروبية، ولكن مهما كبر حجم اللاعبين في الدوريات الأوروبية يبقى عملية الإصرار والعزيمة والروح والحماس داخل الملعب يتغلب على جوانب كثيرة. أجزم تماما بأن زوجتك وأولادك يا كابتن الآن جمال كلهم قاعد يتابعوك الآن ويشوفوك وفرحين مثل فرحك الآن وأكثر أيضا. والله رسائل التهنئة اللي بتوصلني من أغلب الأردنيين، لأنه حاسين إحنا كم بحاجة لهذا الفوز كرياضة أردنية. عندنا مواهب، عندنا إمكانيات فردية بدنية جماعية، لكن بحاجة لانتصار حتى يخلي كل الشعب يتوحد خلف كرة القدم. Sí, el chaval que hace una cosa que hace